السلام عليكم اختي، السلام عليكم اخواتي ككل. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. موضوع راح نحكوا فيه وبين في العنوان تاع الفيديو. راح نهضروا على التليفون، الهاتف النقال، الهاتف الخلوي الذكي. نوصيكم اخواتي ربي يحفظكم، ربي يستركم. ما تعطوش الهواتف لبناتكم، ما تعطوهمش الهواتف. بنتك راح تقرا في الليسي وراح تقرا في المتوسطه، واش راح دير بالهاتف؟ غير قولي لي يرحم بابك، التليفون واش راح دير به؟ راح تقرا التليفون واش راح دير به؟ خفتي عليها، حبيتي تهضري معاها، حبيتي تعيطي لها، ديرها هاتف صغير، هاتف يدي ويجيب، هاتف خاص بالمكالمات فقط، يدي الهضره ويجيب الهضره. علاش دير لها هاتف ذكي؟ دير لها انترنت. والهواتف الذكيه ذوك راك فيها كلش، فيها تطبيقات ماشي مليحه، فيها تطبيقات فيها تصاور، فيها كذا، فيها وحده تبعث تصاورها وحده. راه الامور لا يتحدث في المتوسطات وفي الثانويات، يعني ما يعلم بها الله ربي. واش نقول لك اختي؟ حافظوا على بناتكم، حاولوا يعني كيما قلت توعوهم. هادي مع بنتك وخليها تتقنع، يعني ماشي تنحي لها مباشرة، يعني لأن الأمر الآن كي تأمري ولادك ممكن يسمعوا لكش. ولادك كي نأمرهم يسمعوناش، لازم دايما نهضروا معاهم بالعقل، نهضروا معاهم كيما نقولوا بالسياسة. اللي بنتي تيري التليفون تديه معاها، الكوارث راهي صايرة الآن بسبب الهاتف. هذاك الشيطان الصغير ولا يهزوه معاهم يردوه معاهم، هذاك راه الشيطان. ديري لها تليفون، ديري لها تابلت في الدار، ما عليهاش تتفرج ترسم، مع باش تقرا بها، ما عليهاش تكونيكت هي انترنت نورمال. حتى يكون عندها وسيله تواصل بصح يكونوا على، تكون انت على درايه بهم. اما انك تعطيها هاتف وتزيدي تشري لها وتزيدي تحفزيها باش تقرا، تقولي لها نجيبك التليفون الفلاني والفلاني، وانت ما عبكش حتى واش راهو صاري في التليفون هذاك، لا مراقبه لا محاسبه لا اطلاع لا، غير روحي برك دزي برك روحي اقرا يا بنتي ونديرلك واش تحبي. هاي الكارثه. حاولي تصاحبي بنتك وخليها تحكي لك كاع واش راه يصرى معاها في الثانويه ولا في المتوسط، خليها تحكي لك. اسمعي، كوني مجرد مستمعه، خليها تفتح لك قلبها وقولي لها احكي لي واش راه يصرى كيما نقولوا بالتدقيق، ومن بعد انت تحكمي وتفهمي بنتك. قولي لها هذيك القصره اونتر في، قصره اللي بين البنات اللي هي تحسبها غير قصروا ولا يصوروا مع بعضهم، ولا يتبادلوا تصاور تاعهم، ولا يتبادلوا لي فوتو تاعهم في الماسنجر، قال صوري واش راكي دايره وانا نصور واش راني دايره. هذوك من بعد يولوا وسائل ابتزاز، يولوا يديروا بهم الشونتاج ولا ما على باليش كيف يسموه. شوفوا التليفون راه خرب بيوت كبار، بيوت عامره خلاها. مالا وصي بنتك وماذا مازال الحال قبل ما تتطفر وتعرفي انت كي عارفه واش يصرى من بعد كي تخرج تصويره لبرا ولا تنتشر في سيرتو كي يكون وسط صغير، المحيط اللي عايشه فيه انت منطقه صغيره، الخبر يمشي بسرعه، الشائعات تزيد، تولي انت في حل وربط. شري لها تليفون. خفتي على بنتك، خفتيها تغيب برا طول ما تجيش، تطمني عليها، تحتاجيها تخرجي كذا منه، لها تليفون صغير، تليفون صغير راه ما يديروا 200,000. دير تليفون صغير تحطو في جيبها، الو حتى ويلا تبحر حتى ويلا توضر ما عندها ماتريسكي ما فيه والو. اما انكم ديرهم تليفون طفله صغيره، طفله مت 14 مت 12 مت 13، تعطيها انت تليفون بورطابل تديه معاها الليسي وتدي معاها المتوسطه، وحتى في متوسطه وليسي ممنوع، يعني كي يحكموا عندها هام يديوه يسيزيوه ولا يخلق لها مشكله، ولا تروحوا تصوروا به ولا يصوروها لي جون ولا كذا. هاكم تعرفوا يعني الحوايج منقدرش نهضروا فيهم، بصح انا شوفوا اللي لا الله محمد رسول الله، انا كونتر ضد انه الام ولا الاب ولا الوالدين بصفه عامه يمدوا لابنائهم ولا يشروا لهم هواتف نقاله ذكيه، بالتحديد تليفون بورتابل كاميرا
ويعطوها تروح به للي روحي بنتي هاكي بنتي كوم كوا زعما انا نعرف احنا مع التطور، احنا زعما متفتحين نعطوا لبناتنا تليفونات، تدي بنتي تليفون تروح تديه وتقرا به نورمال تخبيه عندها، والله ما دير به حاجه، بالحراره تكونيكتي في جهه واحده اخرى راه في عالم اخر. تهلاو في بناتكم، تهلاو في ولادكم، وربي يحفظ وليداتنا أجمعين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملاحظة فقط، كي نقولوا أميين ماشي نقصدوا هذوك الناس اللي كما نقولوا احنا جاهلين ولا كذا ولا، لكن الناس اللي ما عندوش علاقة بالانترنت، بلي ريزو سوسيو، وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعرف لهمش خاطيه، وتلقاهم اغلبهم شوف تلقى بناتهم باغ اكزومبل ولا اولادهم، تلقى الاب كبير في السن، تلقى هذا وليده هو اخر العنقود، يعني لا علاقة بين هذا الجيل وذاك الجيل. فهمتوا كيف؟ تسمى الطفلة هذه لما كانش عندها مراقبة وتكون تربية تاعها تربية صارمة وتكون تربية صالحة، يعني كما نقولوا هكا مربي، حتى الوالدين يعني صراحة انا شوف انا ما نقدرش نقول ماشي مربي، عمرنا نحكموا الواحد نقولوا انت ماشي مربي، لانه كاع الوالدين يحبوا يربوا ولادهم مليح، لكن كاين ابناء ماشي متادبين، موش متادب موش متخلق، لا غالب كيما يديروا معاه والدي كيما يربوه، طينتو كيما هاك، هو جاي كيما هاك خلاص، يعني قد ما ديري له والو ما كاش نتيجه، هذاك هو داير كيما هاك، خلق كيما هاك، يعني التربيه ما نفعتش فيه. اذا ما نقدرش نقول ماكش مربي، نقول له ماكش متادب نتايا. فهمتوني كيف؟ يعني كي بنتك فهميها، بنتي هاي ليك وش كاين، هاوش تلقاي برا في الشارع، هاي لا غلطتي ما كاش يوقف معاك، يحبوا ناس يغلطوك، يحبوا كاين صحابات كيما نقولوا احنا حبه طوماطيش تخسر كاجو، كاين صديقات تحب هي تديك للواد، ولكن انت كي تروحي وتتبعيها من بعد لا طحتي مش حاجه تضحك عليك، مش تبكي معك، تقولك تستاهلي انت تبعتيها، تقولك تبعتيني واش ندير واش تخني فيك. هكا وصي بنتك اختي العزيزه، وصيها وفهميها ووعيها باللي تروح تقرا، مش تروح باش تلبس ودير عرض ازياء، مش تروح باش تقعد تكسر معليش تحكي معاهم طلبة كيفهم. شوفوا كاين علموهم باللي كل مرحلة والخصوصية نتاعها. طفلة بنتك راهي صغيرة، راكي في الثانوية على جال واش راكي اقراي برك، اقراي بنتي، ماشي قراي وندير لك اقراي، انتي ديري لي بنتي تقرا بنتي وتنجح وتكبر وهي دير لي، ماشي العكس. هكا فهمي بنتك، هكا فهمي وليدك، اقراو نتوما ديروا لوالديكم، نتوما ان شاء الله بقرايتكم كي توصلوا نتوما تفرحونا ونتوما ديروا لنا الشان ونتوما تعليونا ونتوما تنصرونا، هاك ماشي قراي وندير لك، قراي ونجيب لك، قراي ونعمل لك، قراي لا تقرا بالمزيه، باش تقرا بالمزيه قريتها ليها وفرحه ليك، هذا ما كان، حنا بالحرام نفرحوا بهم برك كي قراو، شويه هذاك الاحساس الجميل هذاك اللي نحسوا به احنا كي وليدك ينجح، شو تحسيتي درتي انجزتي درتي حاجه في حياتك مليحه، يعني كي وصلتي وليدك ولا بنتك لبر الامان، يعني كي قريتيه، هذا هو. ربي ينصر الجميع ان شاء الله ويهدي سرهم يا رب العالمين.